أنا عمري ما حبيت سلفتي من أول يوم دخلت فيه بيت العيلة، لأنها قريبة جدا من حماتي، وكل خناقة بينا كانت حماتي تدخل وتقف في صفها، لحد ما حصلت المشكلة اللي كسرت البيت كله فعلا. جوزي وأخو جوزي كانوا فاتحين محل أدوات كهربائية مع بعض، والشغل كان ماشي كويس جدا. وفجأة بدأنا نلاحظ إن الفلوس بتختفي من المحل، وأخو جوزي كل شوية يقول السوق واقف والخسارة كبيرة. أنا من جوايا كنت شاكة في أخو جوزي، لأنها كانت فجأة بقت تشتري حاجات غالية جدا، ذهب، موبايل جديد، وسفرة الساحل. فضلت أزن على جوزي إنه يراجع الحسابات، وهو كان رافض عشان أخوه مستحيل يخونه. وفي يوم وأنا عند حماتي لقيت سلفتي داخلة بشنط براندات غالية جدا، وجايبة حلق هدية لحماتي بمناسبة عيد ميلادها. وأنا طبعا ما جبتش حاجة، عشان دايما جوزي يقول لي مفيش فلوس. اتحرق دمي قوي واتغصت منها عشان بتحاول تقرب من حماتي بالهدية وتقلل مني قدامها. اتجننت. قلت لها قدام الكل: فلوس المحل حلوة أهي، ومال جوزك بيقول السوق واقف ليه؟ هي اتصدمت وقالت لي خلي بالك من كلامك، لكن أنا كملت. قلت لها انتوا اللي خلوا بالكم من تصرفاتكم، عشان فضحت سركم. لما السوق واقف والمحل بيخسر جايبين الفلوس دي كلها منين؟ من سرقة تعب وشقاء بوزي؟ حماتي وقفت معاها وطردتني من شقتها، لأني اتهمت ابنها ومرات ابنها بسرقة جوزي. أنا ما سكتش، جبت محاسب يراجع كل الحسابات من ورا جوزي عشان أثبت إن سيلفي هو اللي بيسرق وأفضحهم قدام الكل. والمصيبة، طلع فعلا في مبلغ كبير جدا ناقص من المحل. أنا كنت طايرة من الفرح وقلت أخيرا هفضحهم، لكن المفاجأة قلبت كل حاجة. المحاسب اكتشف إن اللي كان بيسحب الفلوس مش أخو جوزي، كان جوزي نفسه. اتصدمت إزاي جوزي بيسحب أرباح المحل؟ طب بتروح فين؟ اتضح إنه متجوز عليا من سنة، ومراته حامل ومأجر لها شقة وبيصرف عليها من فلوس الشغل. وأخو جوزي كان ساكت وبيغطي عليه عشان ما يفضحوش، وسلفتي هي كمان كانت عارفة. الكل كان عارف إنه متجوز عليا، وطلعت أنا المغفلة الوحيدة اللي فيهم، وقررت إني أطلق. وللأسف وأنا بحاول أفضح سلفتي وأهد بيتها فضحت جوزي